هنعمل احلى لانشون اقتصادي سهل وسريع بمكونات موجوده في كل بيت، وانضف واحلى من الجاهز. بثلاث بيضات بس هنعمل احلى لانشون سهل واقتصادي وجميل. وشايفين تماسكه ازاي جميل وتحفه، وطعمه احلى من بره مليون مره. بصوا بقى القالب شكله متماسك ازاي. تعالوا بينا يلا نشوف الوصفه. دلوقتي معانا بابريكا وفلفل اسود وثوم بودره ومكعبين مرقه وبهارات لحم، ومعانا 3 بيضات ومع كوبايه من الدقيق اللي هي 8 معالق، و3 معالق كبار من النشا، وتلاتة جبنه نستو، ونص كوبايه من الزيت، ونص كوبايه ميه دافيه. هي دي المكونات بتاعتنا سهله وكله في الخلاط. اول حاجه هنحط نص كوبايه الميه على نص كوبايه الزيت، وهنحط 3 بيضات زي ما انتم شايفين، وهنضربهم كويس جدا في الخلاط علشان الخليط يتمزج مع بعض يتمزج مع بعض، علشان ما نحطش كله مع بعض والخلاط ما يشتغلش معانا. زي ما انتم شايفين هنضرب المكونات كلها زي مع بعض زي ما انتم شايفين. هنحط اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنحط النشا وهنحط البهارات زي ما انتم شايفين. اهم حاجه البهارات يا بنات. وانا عندي لون طعام احمر هحطه، بس ايه مش هحطه دلوقتي يعني. زي ما انتم شايفين كده هنحط المكونات وهنضرب حاجه حاجه، وهنحط الدقيق زي ما انتم شايفين كده. هنحط كوبايه دقيق بقى، لو هتعملي بالمعلقه 8 معالق كبار من الدقيق، وهنحطها كده. وزي ما انتم شايفين الخلاط هيبقى تقيل معاكي شويه، بس هو هيفضل شغال يعني زي ما انتم شايفه كده. والله المكونات سهله واقتصاديه جدا جدا جدا، وانضف من الجاهز مليون مره، وطعمها تحفه جدا يا بنات. وهنحط لون طعام احمر زي ما انتم شايفين. بعد ما ضربته بقى شايفين بقى الخليط تحفه ازاي. وما تنسيش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتصلي على النبي في الكومنتات. ودلوقتي بصوا بقى انا هعملها في الكيس بتاع التلاجة العادي جدا، يعني اللي اول مره تعملها هتبقى سهله جدا. هتحطي شويه من الزيتون المخلي، عندك فلفل اسمر حصى حطي، عندك بسطرمه حطي، انا بحبها بالزيتون. هتحطي طبقه من تحت زيتون، هتحطي الخليط وطبقه من الزيتون والخليط. هتفضلي تعمليها كده رايح جاي لحد ما لحد ما المكونات كلها تخلص. تمام. لو عندك قالب سمنه صفيح ممكن تحطيه فيها تبقى حلوه برضو، بس دي جربيها تبقى جميله جدا. هنا بطلع لكم بقى الهوا، بصوا شايفين طلع الهوا، واعمل لها زي عقده كده من فوق، وهحط عليها. انا هعملها بثلاث استرتشات، بثلاثه فويل كده مع بعض، علشان ما يخشش فيها هوا. انا طبعا ما صورتلكمش وانا بحطها اللهم صل على النبي، وانا بحطها في الميه. هتحطيها في الميه لمده ساعه، ساعه وربع. هتلاقيها بصي، هتلاقي اللهم صل على النبي اللانشون مسك معاكي، مبقاش طري، يبقى كده ايه كده استوى معاكي. تمام. هتحطيها في الميه لمده ساعه، ساعه ونص، ساعه وربع، على نار هاديه شمعه. وبعد كده هتشيليه تسيبيه يهدى خالص هتسيبيه يهدى خالص. وبعد كده ايه هتحطيه في التلاجة. تمام. هنا بعد ما عملته حطيته في التلاجة، بعد ما استوى وكده حطيته في التلاجة، طلعته من المية، وبعد كده حطيته في التلاجة ولحد ما استوى كده زي ما انتم شايفين تحفة يا بنات. وهنا يا بنات بعد ما طلعته من التلاجة، يعني انت بتعمليه هتحطيه على نار هادية خالص لحد ما يستوي. هتلاقيه شد منك كده، هتطلعيه من المية هتسيبيه بره المطبخ كده لحد ما يهدى خالص، وبعد كده تحطيه في التلاجة. وبصي بقى على القوام والطعم تحفة تحفة والله تحفة. ما تنسيش اللايك والكومنت يا بنات، وتقولي لي عجبكم الوصفة.